خلاص بقت ادمان عندي مع كوبايه الشاي. تعالوا يلا نخبز شويه قرص بالسمسم بمقادير وطريقه مظبوطه، وكمان مكوناتها متوفره في كل بيت. هنخبزها احلى من الافران والمخابز، هتطلع معاكي طريه وهشه من جوه وكمان مقرمشه من بره، ده غير حشوتها الخطيره اللي بتدوب في البق. يلا نشوف نص كيلو دقيق عمل معانا كميه قد ايه. وقبل ما نبدا، اتمنى تعملوا الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. عندي هنا كوباية من الحليب الدافي، نزلت عليها بمعلقة كبيرة خميرة فورية وأربع معالق كبار من السكر، لأن أنا عايزة العجينة تبقى مسكرة. وهنا الدقيق بتاعي حطيت عليه رشة ملح ورشة بيكنج باودر بس كمحسن للعجينة، ممكن تستغنوا عن البيكنج باودر. هنا هنزل بمقدار الخميرة بتاعي بعد ما اتأكدت ان الخميرة شغالة. هقلب الأول كوباية اللبن مع العجينة كويس، وبعد كده لو العجينة احتاجت معايا بق مية صغير بزودها بق مية دافي. بعجن كويس لحد ما العجينة تلم معايا. طبعا كل نوع دقيق بيفرق عن النوع التاني، فانتي حسب نوع الدقيق بتاعك بتزودي مية حبة حبة بالراحة لحد ما العجينة تلم معاكي. واهم حاجة ان احنا نعجن العجينة كويس مش اقل من ربع ساعة علشان تطلع معانا طرية وبتلزق حاجة بسيطة. عايزينها تتعجن كويس علشان لما العجينة بتتعجن كويس بتخمر معايا كويس والفطاير بتطلع مظبوطة معايا. هنا العجينة لمت. في الاخر خالص بعد ما العجينة لمت بنزل بربع كوباية من الزيت على سمنة. ممكن نستغنى عن مقدار السمنة وممكن نخليه سمنة بس او زيت بس. طبعا بستمر في العجن لحد ما العجينة تشرب معايا الزيت والسمنة كويس، وبغطيها وبسيبها تخمر لمدة ساعة. هنا دي الحشوة بتاعتي عبارة عن معلقة كبيرة دقيق و3 معالق كبار سكر ومعلقة صغيرة قرفة. طبعا القرفة دي اختياري، لو مش بتحبوا القرفة بلاش تحطوها. بقلبها كويس وكده الحشوة بتاعتي بقت جاهزة. احنا بنحط دقيق يا جماعة مع الحشوة علشان بيدوب وبيخلي الحشوة متجانسة قوي مع القرص. هنا العجينة بتاعتي كانت خمرت كويس، هلمها وهقطعها كور صغيرة، وكل كورة على قد القرص بتاعتي. طبعا الحجم ده حسب الرغبة، بتحبيها كبيرة او صغيرة بتقطعي الحجم حسب الرغبة بتاعتك انتي. وبعد كده بنغطيه ونبدأ نحشيها زي ما انتم شايفين كده. هنحط الحشوة وهنقفل عليها كويس قوي بايدينا، نتأكد ان احنا قفلنا على الحشوة كويس قوي كده بايدينا. وبعد كده هنزلها في الحليب وبعدين في السمسم على طول. وهحضر الصينية اللي انا هخبز فيها، احط فيها اللي انا عملتها وهضغط عليها تاني علشان ابططها تاني، بحيث ان انا ابططها قوي لان هي لسه هتخمر وهتعلى تاني معايا. فبنبططها ونسويها قوي كده زي ما انتم شايفين. هعمل معاكم واحدة تانية علشان تشوفوا عملناها ازاي. بندخله بقى بعد ما بنخلص الكمية كلها بنسيبه الأول 10 دقايق يريح، وبعدين بندخله فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف اللي من تحت عادي، بس نخلي بالنا علشان ما تتحرقش. أول ما بيستوي ويحمر معايا من تحت بفتح الشواية وأسويه من فوق. أنا متأكدة إن من سهولة الوصفة هتقوموا تجربوها. أتمنى ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم، وأتمنى أكون فدتكم.